السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده زي ما شفت في العنوان كده هو شويه فضفضه شخصيه. تمام، بما ان احنا اخوات وحبايب وبنتشارك كل حاجه مع بعض وعون وسند لبعض. انا حطيت شويه مشتريات كده، فيديو قديم، وزي انتوا عارفين ان انا مش بظهر بوشي يعني، وهنتكلم مع بعض ونفضفض مع بعض اخوات. يعني بجد اكتر فيديو محتاجة فيه الدعم والسند منكم، ان احنا ندعم بعض في الموضوع ده جامد جدا. دلوقتي اليوتيوب والفيس بيحذر الناس اللي هي بتتكلم عن القضية اللي انتوا عارفينها طبعا، قضية اخواتنا في فلسطين. فانا يعني بجد بجد بناشد كل حد بيتفرج عليا. هما دلوقتي طبعا كل الشركات اللي قهرتنا وكانت داعمة ليهم، وفي عز ما اخواتنا واهالينا وولادنا كانوا بيموتوهم، هما كانوا يبعتوا لهم وجبات وسندوتشات والحاجات دي. رغم ان انا واحده من الناس ولادي كانوا يحبوا ياكلوا من هناك، بس والله يا جماعه يعني حد الله، ان شاء الله لو بعد 100 سنه مقاطعون للموت يا جماعه، للموت. ربنا يبارك في اعماركم. مش موضوع القضية ولا عشان الحرب والضرب والدمار اللي هم عملوه، هم اساسا ما فضلوش ناس خلاص، يعتبر كل اخواتنا خلاص يعني عملية ابادة. انا عارفة اللي بتكلم بيه يعني الفيديو ده غلط ان انا اعمله على القناة، وغلط على المستوى الشخصي، بس الواحد مش قادر، قلب وجعه. يعني كلنا عندنا اولادنا واخواتنا وحبايبنا، لا يرضي ربنا ولا يرضي اي حد اللي بيحصل ده. فاقل واجب ان احنا نخرب بيوتهم. ربنا يخرب بيوتهم، ربنا يدمرهم، ربنا ينسفهم، ربنا يخسف بيهم سابع ارض، ربنا يورينا فيهم عجائب قدرته، ربنا يبدهم ويسحقهم سحق يا رب. فاقل حاجة نقدمها لاخواتنا موضوع المقاطعة. في ناس كتيرة قوي بتستهون بيه او بتستهزأ بيه، والله يا جماعة بيفرق، بيفرق. وخلوا بالكم، انا سمعت والله من شيخ كبير بيقولك ان اللي عارف ان المنتج ده ان هو يعني تبع الحاجات، يعني تبع الحاجات اللي احنا لازم نقطعها وبيشتريه، في اسم عليه. يعني ربنا حلل المقاطعة لينا، مش حرام. ولا حد يقولي لا، ما في ناس شغالة في الشركات المصرية. بصوا يا جماعة، الرزق ده بتاع ربنا، مش واقف على شركة ومش واقف على براند. وبعدين في حاجة بيقولك، اللي يعني يستعوض ربنا في حاجة ويعملها لوجه الله، ربنا بيخلف عليه بيعوضه احسن منها. فلا، لا، ما حدش، الرزق ده بتاع ربنا. دلوقتي عايزه اقول لكم، بسبب المقاطعه الانتاج المصري بدأ يظهر غير الاول، وناس كتيره جدا يعني بقت متجاوبه مع الموضوع، وبقينا نشجع يعني منتج بلدنا. وبقى في بقى ايه، في شويه شغل، في شويه دنيا. التجار بيغلوا، محدش يقول لي ده التجار بيغلوا. طب يا جماعه، ما الحاجات اللي زي الزفت اللي هم كانوا يعني مالين الدنيا عندنا بيها، واحنا اللي بننفعهم. محدش يقول لي مش عارف ايه. عايزه اقول لكم القرف اللي كانوا يجيبوه لنا من مياه غازيه، من وجبات سريعه، هم في بلدهم اللي هي يعني بلد المنشأ بتاع البراندات دي، هم مش بيعبروا الحاجات دي ولا بيبصوا لها عشان هي مش صحية. واحنا اللي كنا ايه، احنا اللي كنا بنجيب منها كميات مهولة. فاقل اقل اقل واجب ودعم لاخواتنا ان احنا نقاطع اي حاجة ليها علاقة بيهم، لان هم حرفيا المكاسب دي بياخدوها. تمام. ويعني اقول لكم يا حسبي الله ونعم الوكيل، وبيدعموا بيها العدو عشان يقتل في اخواتنا. يبقى حد يقول لي مش عارفه ماك مش عارف ايه وزفت ايه، انا اسفه والله، بس يا جماعه قطعوا، قطعوا على قد ما تقدروا. واللي يقول لك شغل مش شغل، الرزق ده بتاع ربنا، مش واقف على شركه ولا على براند معين. واعملوا ده لوجه ربنا، ربنا هيعوضكم ويرضيكم وهيبارك في عيشتكم. اقسم بالله انا شفت منظرين كانوا حارقين دمي في عز ما كان الضرب على اخواتنا، وعمالين يبيدوا فيهم اباده تامه.
ماكدونالدز دي كانت مودية للجيش كمية وجبات لا تتخيلوها، لا تتخيلوها. عارفين الحاوية الكبيرة دي مليانة وجبات من ماكدونالدز للجيش الإسرائيلي، بيبعتوا لهم بقى عشان يقوتوا نفسهم، تمام، عشان يعرفوا ايه، يموتوا اخواتنا على حق. مع العلم ان احنا كلنا بنروح مولات وبنروح مطاعم، اكتر زحمة كانت بتبقى على ماك، كنتاكي، بيتزا هات، البراندات بتاعتهم. فاحنا بقى ندعمهم وكأنه شيء لم يكن، ودم اخواتنا وعيالنا واهالينا خلاص ملهوش تمن ملهوش سعر. ده اقل حاجة تقدروا تقدموها ان احنا نقاطعهم تماما، مش عشان ضرب ولا قصف ولا شهر ولا 2، لا العمر كله. انا عايزه اقول لكم المنظر التاني برضو اللي شفته وحرق دمي، عاملين زي عربيات كده كبيره قوي، والعربيات دي مليانه غسالات اوتوماتيك برعايه ايه بقى، برعايه اريال، البادج بقى بتاع اريال والغسالات والمسحوق. والعربيات دي كبيره جدا، عليها غسالات اوتوماتيك كده زي حاويه برضو، واللي هي بتغسل هدوم الجيش الإسرائيلي، يعني رايحة للمواقع. هم مش جيش على فكرة، هم كلاب، للكلاب دي، وان هم بيغسلوا هدومهم. يعني شفتوا يعني لا تعليق. احنا اللي فاتحين شركات الناس دي بفلوسنا احنا وبمشترياتنا وبالضغط بتاع المشتريات اللي احنا اللي عاملين لهم سعر، وفي المقابل بيضربوا في اخواتنا. هم دول مش اخواتنا؟ هم دول مش اهالينا؟ هم دول مش ولادنا؟ رجاء وحاجة مهمة جدا جدا جدا، لان انا الفترة دي وانا بقاطع، بصوا بقى كلنا بنخرج برا، بنخلص ورق، بنخلص شغل، يعني حرام في ناس مقاطعة ومتمسكة بالمقاطعة، بس ايه، بتيجي عند المية خلاص بتضعف مش قادرة. عايزة اقول لكم كل براندات المية، تمام، هي المية من سيوة، بس التقفيل بتاعها فين؟ عندهم. هي المية ميتنا، المية بتاعتنا، بس التقفيل بقى والعبوات دي راجعة في الاخر لمين؟ ليهم هما. فشوفي اي ازازة يكون شكلها شيك، ازازة صغيرة، حتى ازازة مية قديمة صغيرة، او اي ازازة يا جماعة صغيرة كده زي اللي بتيجي مع اللانش بوكس الصغيرة دي، عشان ما تاخدش منك مكان. وقبل ما تمشي او تنزلي من بيتك عبيها من بيتك، من التلاجة بتاعتك، من الفلتر، عبيها وخديها معاكي، لان موضوع المية ده هو من مش بنشرب حاجة ساقعة بتاعتهم الكلام ده كله، بس عند المية بصراحة في ناس كتيرة جدا بتضعف في حتة المية دي. فلا، وانتي ونازلة كده كده احنا لما بنشتري ازازة المية بنشرب منها، يا اما بنحطها في الشنطة يا اما بنمسكها في ايدينا. فانتي لا، انزلي بالمية بتاعتك من بيتك، تمام. على قد ما تقدروا يا جماعة اي حاجة تخصهم ما تشتروهاش ولا تدخلوها بيتكم نهائي. نشجع منتج بلدنا. الناس اللي هتقولي التجار بيغلوا، طب ما يا جماعة البراندات دي حتى لو غلت الناس بتروح وتشتري. يعني ماكدونالدز ده كان يغلي في اسعاره قد ما والناس كانت بتقف عليه طوابير، تمام. طب حتى لو غلوا، هو طبعا ان هم يغلوا دي حاجة مش مستحبة، بس حتى لو هو غلوا على الاقل الفلوس راجعة للبلد، فلوسنا معانا احنا، فلوسنا رايحة لنا احنا، فلوسنا حتى لو صحاب الشركات خدوها دول مصريين زينا، مش راجعة بدمار وقتل ورصاص وإبادة على اخواتنا. فعلى قد ما تقدروا قطعوهم كل منتجاتهم. هي ازازة مية صغيرة بنزل معاها من بيتي، كل الحاجات دي اللي انا بجيبها لا، الغي الغي الغي، في 60 داهية والله، في 60 داهية اي حاجة من وشهم. اللي عملوه في اخواتنا مش قليل، اللي عملوه في عيالنا مش قليل. فاقل واجب نقدمه لاخواتنا واولادنا واهالينا ان احنا نقاطع اي حاجة بتدعم الناس دي. ومش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منهم اشد انتقام، ربنا يصبر اخواتنا، ربنا يعينهم،
ربنا ينصرهم. وزي ما قلت وهرجع اقول، اوعوا تضعفوا تقولوا لا اصل ما فيش بدايل، لا اصل ما فيش كذا. احنا ما فيش في ايدينا حاجة، اقل حاجة نقدمها لاخواتنا موضوع المقاطعة ده. ويعني ما شاء الله في منتجات كتيرة والله ظهرت يا جماعة، وفي بدايل وفي حاجات حلوة، مش هقول ان احنا واقفين عليهم. هو ده فيديو النهاردة. يا ريت يا ريت اي حد حي يقول انا مضطر وقدامي ويجي يشتري حاجة من المنتجات دي يفتكروا اخواتنا. وخلوا بالكم الاقتصاد بتاعهم اتضرب، يعني الاقتصاد بتاعهم اتضرب بنسبة 70%، وده كلامهم مش كلامي. ولسه ربنا يخرب بيوتهم كمان وكمان وكمان، ربنا يشتتهم، ربنا ينتقم منهم اشد انتقام. سامحوني على الالفاظ دي، بس بجد انا مقهورة على اخواتنا.